هل مرتبط بما يحدث في مصر؟ لا تستطيع استبعاد ما يحدث في مصر عما يحدث في تل ابيب او في الكيان الصهيوني يعني. هو القيد يحسبها ازاي؟ يحسبها كل يوم بيفقد جدار من الجدران الحامية له. النهارده فقد مصر بوجود رئيس منتخب شرعي ذو توجه اسلامي، والهدف واضح عنده. يكفي ان هو بيقول يعني نتنياهو يقول محمد مرسي لم يذكر كلمة اسرائيل من يوم ما انتخب رئيس جمهورية، لم تأتي على لسانه كلمة اسرائيل، كلمة واضحة. النهارده الكلام يقول لك سوريا هتدخل في الخط، وكمان الاردن بدأت تخش في الخط، فكل الجدران المحيطة به اصلا تهدد. فنقول ابدأ يعني ده ضربة استباقية، بدل ما اسيب مصر تعمل دولة قوية او الهدف، والهدف واضح. وهنا المسؤولية بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يلهم رئيسنا واصحاب القرار الرأي الصائب ان شاء الله ان هو يقف الموقف القوي في نفس الوقت. الهدف واضح، انا قاعد ابني البلد، مش هو اللي هيحدد لي ميعاد المعركة، مش اسرائيل هي اللي هتحدد ميعاد المعركة، انا اللي هحدد ميعاد المعركة، انا اللي هحدد الوقت اللي ابدا فيه المعركة، مش امشي على طبل الاخر. بفضل الله سبحانه وتعالى بالحنكة وبمعية الله وبالدعاء المخلص لاصحاب القرار في مصر ان شاء الله ربنا يلهمهم اخذ هذا القرار المناسب بالسقف المناسب ان شاء الله رب العالمين. ولكن ما يحدث في فلسطين هو ده ايضا له علاقه باللي بيحصل في مصر. مصر هتبقى دوله فيها دستور، فيها امكانيه، دوله قويه. انتهى يوم ما مصر تبقى قويه انسوا حاجه اسمها اسرائيل، وليس لديها امكانيات، ليس لديها صلاحيات حتى لو الدنيا كلها معها. انتهى الموضوع. اسرائيل بالتاريخ القديم ده هو كان القصه يقول عايزين نزرع اسرائيل خنجر في ظهر العالم الاسلامي يستنزفه، لانه لو سبنا العالم الاسلامي هيرجع تاني ويلم يبقى دوله اسلاميه او خلافه اسلاميه يقينا، هيرجع مكانه تاني. عندهم مشكلتين في العالم الغربي، عندهم اللي بيتكلم عن الاسلام كله جو باك، سريع العوده، هيرجع تاني. واحد قاعد 1000 سنه على الكرسي مش هيسيب، هيرجع للكرسي تاني. ولكن كل همهم ان يطولوا المده. طب اطول المده ازاي؟ حط خنجر في ظهره يستنزفه. واختيار اسرائيل اختيار مصلحي وليس اختيار ديني. اختيار اسرائيل في هذا المكان في فلسطين اختيار مصلحي، لان كان خيارات متعدده، خيار بقى في بنما او جنوب افريقيا او فلسطين. تم اختيار فلسطين ليس من الناحيه الدينيه او الهبل اللي بيقولوه هيكل سليمان، كلام كله تخاريف، ولكن من الناحيه المصلحيه لاوروبا. لازم التاريخ ده نفهمه ونعرفه. فده خنجر في العالم الاسلامي يستنزفه بحيث يطول المده اللي هم يعني العالم الاسلامي الشرقي. ولكن في الاسلام جوباك هذه الصفه سرعه العوده، الاسلام الفوبيا اللي هو عقده الخوف من الدين، خوف من الاسلام انه يرجع. كل العقد بفضل الله سبحانه وتعالى بتطمنك انك انت الاقوى بدينك، انت الاقوى بالاسلام، انت الاقوى باذن الله رب العالمين. ان احنا هذا المعنى ما تصاب به اسرائيل حرصهم على الحياه يقابله في المسلمين حرصنا، يقابله حرصنا على ان شاء الله الجنه، وحرصنا على ما هو باذن الله. يعني ليس القتل هو نهايه عندنا، ليس القتل هو نهايه عند المسلم، بل هو هناك ما هو اشد من القتل وهي الفتنه. ان تفتن في دينك هذا اشد من القتل، وهذا اكبر من القتل، اشد ضررا واوسع تاثيرا. فالحياه بالنسبه لنا مش نهايه المطاف، نهايه المطاف الجنه ان شاء الله. النهايه عند المسلم الجنه باذن الله. الدنيا راحله فتره قصيره وراحله وهتنتهي، لكن مصير كلنا عين على الجنه. ودي يرجع تاني الكلام لصح الناس، تدل الناس على الله سبحانه وتعالى، تقلل شان الدنيا بنظرهم. الدنيا قليله، والمعاصي والشيطان بيضحك علينا على كثير مننا، حتى انه لا يثق في الاخره. خلاص الشيطان قال له ييأسوا ان له نصيب في الجنه، حتى ان البعض يقول الجنه الاخره ملناش فيها، او يقول هو لسه ليا اخره. كفر العاصي لسه ليك اخره، لسه الاخره جايه يقينا، ولسه في امل ما دمت مسلم، ما دمت فيك ما قبل الغرغره في امل في الجنه. وده المعنى اللي عاش فيه الفلسطينيين الام لما تبقى فرحانه ان ابنها مات تقول ازعل ليه؟ انا يقينا هو رايح مكان افضل، ذهب الى مكان افضل مما نحن فيه.
الدنيا من ميزات ان الجنه خير افضل مما في الدنيا، وقال اذا كانت الدنيا زائله فان الجنه باقيه، فان ما عند الله خير وافضل لمن يؤمن. عايزين نفهم الناس هذا المعنى، ان الحياه قليله وهتنتهي، ولما نشتري الجنه يبقى اكسب لينا، وكل الناس حتى اهل المعاصي تعالوا ربنا فتح بابه، ربنا فتح بابه لهذه الامه، اكرمها بالرحمه والمغفره، اكرمها بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضحك فقال الصحابه ثم في عرفات ثم ضحك في